بيبدأ الفيلم في مارسيليا، شاب اسمه دانيال موراليس عايش حياة سريعة جدا، كل حاجة عنده طلقة لدرجة إن السرعة بقت جزء من شخصيته مش مجرد عادة. في البداية بنشوفه هو شغال في محل بيتزا اسمه بيتزا جو. مشهد طويل كده بيجي المطبخ زحمة والطلبات متراكمة جدا، وصاحب المحل عمال يزعق مين هيودي الطلب ده يا جدعان. فدانيال قال له انا هاخد العلبة وهروح لك جري. بدأ يركب الموتوسيكل فعلا وينطلق، والمشهد بيتحول فورا لمطاردة مع الزمن. بيطلع على الرصيف ويدخل بين العربيات ويعدي اشاره حمراء من غير ما يبص كانه حافظ الشوارع صم. لكن وسط كل الجنون ده في حاجه ثابته في حياته، وهي صاحبته ليلى. في مشهد هادي كده بعدها بنشوفه معاها. ليلى قاعده في الصالون اللي بتشتغل فيه بتاع الحلاقه وبتسرح شعر زبونه، ودانيال مستنيها بره وهو بيبص لها بطريقه كده فيها راحه وكانه فعلا بيحبها، وده كانه المكان الوحيد اللي بيبطئ مشاعره او حياته فيه. وبعد الشغل بيتمشوا سوا. ليلى بتقول له انت يا ابني ما تعبتش من الجري اللي فيه ده كله؟ فقال لها لا ده مش جري، انا كده ده طبيعتي. بدات تبص له شويه وتبتسم كده، ولكن رغم العلاقه الحلوه دي في فرق واضح بينهم. هي عايزه استقرار وهو عايز حركه، ويبان طبعا هم بينوعوا بعض وبيحبوا بعض. في لحظه مفصليه كده دانيال قال لك انا هسيب شغل التوصيل ده خالص، وبدا يبص على عربيته الجديده اللي هي البيجو 406. هي من بره تاكسي عادي، لكن جواها هي عالم تاني ومغامره جديده. في مشهد لوحده كده كان في الجراج، بدا يضغط على الزراير وبدات اجزاء تتحرك والعربيه بتوطي وصوت الموتور يعلى، وقال لك ده مش تاكسي، ده عربيه سباق كده متنكره. بعد كده بنشوف على الناحيه الثانيه شخصيه اسمها ايميليان كوتن كيربلاك. ده ضابط شرطه بس ما حدش واخده جد، يعني الناس بتستهتر بيه. عايش مع امه الارمله ومش قادر حتى ينجح في امتحان السواقه. كان باين في الامتحان هو عمال يتلخبط في الغيارات وبيقف غلط، والمدرب عمال يزعق ودي المره الثامنه اللي يسقط فيها. وفي الشغل حتى الناس بتستقل بيه. وفي نفس الوقت كان في مفوض اسمه جيبر بيجمع ناس وبيشرح عن عصابه المانيه خطيره ان هم بيسرقوا دايما سرقات منظمه وسرعه عاليه، وعربيتهم بتبقى مرسيدس بنز 500 اي حمراء. فالعصابه بتنزل بتسرق وتختفي قبل اي رد فعل، لان واضح ان هم محترفين في عمليه مهمه. الشرطه بتحاول تمسكهم وكل الضباط مستعدين، بس ايميليان اللي عمال يفشل في السواقه ده بيغلط غلطه كارثيه تسبب في حادثه ضخمه كده، عربيات خبطت في بعض وبدا يحصل ضرب نار مع موكب الوزير. فالفوضى بدات تفتح طريق للعصابه وهربتهم، فجاي كحلها عماها حرفيا. وتاني يوم ايميليان ده كان محبط جدا وقال لك انا هركب تاكسي صدفه كده بقى واشوف انا رايح فين. وصدفه ان هو ركب مع دانيال بطل الفيلم. المشهد ده بقى كان طويل ومليان تفاصيل. في الاول كان بدا يتكلموا كلام عادي، عامل ايه اخبارك ايه وبتاع، وبعدين دانيال بدا يستعرض عليه ويدوس بنزين ويأمرك ويتحرك بسرعه بالعربيه، والعربيه تتحول لوحش. فميلان بيزعل ولا انت مجنون؟ انت فاكر نفسك على سباق ولا ده تراك ريس؟ احنا انت سواق تاكسي امشي عدل. فدانيال قال له لا انا مش مجنون انا شاطر. بعد كده وصلوا، ايميليان بدا يسرح كده شويه، وبدل ما يحبسه قال له انت عارف يا ابني انا ظابط وممكن اسجنك النهارده على السرعه والكم الغرز اللي انت خدتها دي، بس عندي ليك صفقه كده، هتساعدني نمسك العصابه مقابل ان انا ارجع لك الرخصه دي وما اسحبها. دانيال قال له طب والله موافق طالما العصابه فيها جري وكده يلا بينا. في نفس اليوم دانيال بدا يقابل ليلى حبيبته، بدا يحكي لها بحماس كده. قالت له شرطه شرطه حته واحده بجد؟ قال لها دي مغامره. قالت له يا ابني انا خايفه عليك. والجمله دي فضلت قاعده معاه، وطبعا بيبان ان هم نايمين مع بعض وبيحضنوا بعض وكده. وبعد كده التحقيق بيبدا، ودانيال بيشوف صور عربيات العصابه وبيركز على حاجه بسيطه، الكاوتشات. قال لك العربيه دي ورشه معينه انا عارفها مفيش غير الماني واحد بس اللي بيشتغلها في البلد. وبدا يروحوا يراقبوا الجراج ويشوفوا العصابه فعلا. وايميليان حاول يعمل فيها ظابط بس ما عرفش طبعا، وراح الميكانيكي ضرب نار وهرب، كان اسمه كروجر. فشل بدا يتكرر والشرطه عماله تحط جهاز تتبع، بس العصابه بدات تفكر انها تغير لون العربيات لفضي والجهاز يبوظ. وفي نفس الوقت حياه ايميليان كانت بتنهار على الناحيه الثانيه، بينسى البوتاجاز مفتوح والشقه تتحرق، ويلاقي نفسه وامه عايشين عند دانيال اللي هو السواق اصلا من كتر ما هو راجل مستهتر وفاشل. وبدا يحصل مشاهد كوميديه كده، الام في البيت عماله تتكلم كتير ودانيال مش طايقها، وبدات حتى حبيبته ليلى تيجي عنده البيت تلاقي ظابط وامه وضغط الشغل الكبير ده والتوتر، وتقول له انت داخل في حاجه اكبر منك يا ابني، انت مجرد سواق، ايه اللي جاب ظابط وامه عندك في البيت؟ دانيال بدا يفكر بطريقه كده مختلفه. قال لك هنستنتج ان العصابه دي بتغير لون العربيات كل مره، ومن خلال صاحب ليه هعرف مكانهم، هروح لهم هناك واتحداهم في سباق واحاول اقرب لهم كده من شكل او باخر. وده فعلا السباق والسرعه كانت عاليه جدا، بس دانيال كسب. فالموقف ده ادى ثقه لايميليان ان هو بيستثمر في سواق شاطر فعلا. فبدا يبنوا الخطه النهائيه فعلا ان ايميليان هينسخ مفاتيح اشارات المرور، ودانيال يجمع زمايله من بيتزا جو او مطعم البيتزا القديم، وكل واحد يبقى عنده جهاز لاسلكي. وبداوا فعلا الخطه بتاعتهم، العصابه اتحركت تسرق تاني، بدأ يتحركوا، فدانيال بدا يطلع وراهم بالعربيه، وفي نفس الوقت زمايله بيتحكموا في الاشارات ويقفوا العربيات ويفتحوا الطريق وكده، وكأن المدينه كلها بقت بتساعده. وليلى كانت في الناحيه الثانيه قاعده قدام التلفزيون شايفه الاخبار وايديها على قلبها قلقانه بس ساكته. فالمطارده بدات توصل للقمه بتاعتها ان دانيال بدا يجر العصابه لطريق معين، جسر كده تحت الانشاء، وفي اللحظه الاخيره دايس فرامل، فهو واقف وهم كملوا. فالعربيات بدات تطير من فوق البتاع وتنزل في الناحيه الثانيه. اكتشفوا طبعا ان هم خلاص كده اتمسكوا وهيتحبسوا. الشرطه وصلت وقبضوا عليهم، وايميليان الضابط الخايب ده اتكرم وبدا علاقه مع بيترا، تمام. وبدا دانيال ياخد ميداليه كده، بس مش ده المهم ليه. المهم ليه ان هو راح لليلى حبيبته، مشهد هادي شويه، بيقول لها انت كان معاكي حق، انا كان لازم اهدى شويه، انتوا يمكن مش اكيد مثلا. وبعد كده في مشهد النهايه دانيال في سباق كان راكب عربيه كده فورمولا 3000 برعايه الشرطه نفسها، وبدا عنده احساس كده ثابت معاه طول الوقت ان دانيال كان دايما بيدور على السرعه، بس في الاخر بدا يفهم ان في ناس في حياته مستنيه منه حاجه ابطا عشان تبقى صادقه منه. ده كان الفيلم يا جماعه. الفيلم اسمه
تاكسي 1998. تعالى بقى احلل لكم الفيلم ده كده ونقفل الفيديو. هو فيلم يبان من بره ان هو اكشن كوميدي خفيف كده لايت، بس هو بيتكلم عن التوازن بين الفوضى والنظام. يعني دانيال وايميليان دول لو ركزتوا فيهم، واحد مش بس سواق شاطر، هو شخصيه عايشه بالغريزه. يعني هو بيسوق بالاحساس مش بالقانون، بياخد قرارات لحظيه طول الوقت. السرعه عنده وسيله بتحكم في حياته. في المقابل ايميليان ده بيمثل النظام وعايز يمشي بقواعد، بس هو فاشل حتى في ابسط حاجه اللي هي السواقه. فهم الحاجه وعكسها، وده مش صدفه. الفيلم بيقول لك ان القانون لوحده مش كفايه والفوضى لوحدها كارثه. وكمان الحل كان ايه؟ ان الاثنين يشتغلوا سوا. والسواقه هنا بتعبر عن الشخصيه. العربيات مش بس وسيله نقل وكده. يعني عربيه دانيال مثلا البيجو 406 دي من بره تبان عاديه، بس من جوه جاهزه جدا وكل حاجه. وعربيات العصابه برده منظمه وجاهزه اللي هي مرسيدس. وليلى كانت الناحيه الثانيه حبيبته بتمثل الواقعيه اللي هي بتكسر الوهم. يعني في مشهد مهم جدا ان هو بس مش مجرد اكشن، دي بتمثل له الحياه اللي هي مستقره، اللي هو لو بدا يصبر بس في الحقيقه وكده وياخد كل خطوه في حذر وبتاع، هيعرف يحقق السلام النفسي معاه. وحتى السؤال اللي هي سالته له ده بالفيلم كله بيدور حواليه، اللي هو انت ينفع تعيش حياتك طول عمرك بتجري؟ ودانيال طول الفيلم بيتهرب من اجابه. وكمان الكوميديا هنا مش للضحك بس. شخصيه ايميليان دي بتبان انها بتهرج وكده، لكن وراها فكره ان المجتمع احيانا بيحط ناس في اماكن مش مكانهم. يعني يقول لك دايما الحياه مش اقصر من انك تعمل حاجه ما بتحبهاش. هو ظابط بس ما بيعرفش يسوق، وده تناقض واضح. ولما يلاقي دوره الحقيقي اللي هو التخطيط والتعاون مع دانيال، بيبقى ليه قيمه. طب ليه دانيال اتغير في النهايه؟ هو لسه بيحب السرعه ولسه بيجري، بس فرق ان هو بقى واعي اكتر، بدا يسمع كلام ليلى وبقى جزء من فريق، استخدم مهارته في حاجه مفيده، اتغير 180 درجه. بس مش بالمعنى اللي هو غير الطباع نفسها، وغير الدليل اللي هو اتعلم تتحكم في نفسك شويه. بس ده كان الفيلم يا جماعه. الفيلم ده يا جماعه بطوله مريم كوتيور، وهي اكيد ممثله كلكم عارفينها، وهو انتاج سنه 98. هو لايت برده، مش فيلم فلسفي يعني عشان ما حدش يفتكر انها هتتفرج على فيلم تقيل كده. فيلم فرنسي مدته ساعه وثلث بس، اخراج جيرارد بيريز وسيناريو لوك بيسون، ده اللي كتب على فكره فيلم المشهور جدا لوين ذا بروفيشنال. وطبعا معاه مريم كوتيور ليلى، ومعاه ممثلين تانيين ما اعتقدش حد فيكم عارفها. بس ده كان الفيلم يا جماعه. الفيلم معتمد على التصوير السريع اللي هو مليان حركه وكده ومطاردات عربيات وبتاع، ومزيج بين الكوميديا والمغامره وبتاع، وايقاع سريع جدا حتى من اول لاخره. وحقق نجاح كبير جدا على فكره، وبقى بيتعمل له اجزاء لحد الجزء الخامس. تمام. الفيلم ده من الافلام اللي شهرت مارين كوتير، واستخدامه فيه تقنيات تصوير حقيقيه مش سي جي اي او جرافيك خالص. وبدا يتقارن بافلام زي فاست اند فيوريوس وكده، بس ان هو كوميدي يعني شويه. اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 40 لايك ومع السلامه. كان الفيديو يا جماعه. انا ادهم مقدم قناه مصارعه، عامل ليكم صاحب على الايفون عايز تكسب، وصل الفيديو 40 لايك واختار واحد من الكومنتات. نوعيه القناه هنا كلها عباره عن فيديوهات اخبار، فيديوهات تلخيص عروض شهريه، فيديوهات توقعات وتسريبات. العرض الاسبوعي الوحيد اللي بلخصه بيبقى عرض مسرب مش عرض عادي وخلاص. حاجه تانية معانا ان القناه هنا بتبقى عباره عن في فيديوهات تانية قصص حياه مصارعين، فيديوهات تانية زي مثلا بعمل لك ليست اكتر مصارعين اتصابوا، اكتر مصارعين مش عارف ايه، حاجات زي كده. بتكلم على الاي دبليو طبعا، وبطلع لايفات احيانا في العروض الشهريه. لو انت بتحب محتوى تاني زي ملخصات، خش اتفرج عندي في الكومنتات تحت، هسيب لك اللينك، اسمها ملخصات من الاخر. القناه دي ان شاء الله مكمله معاك كل يوم فيديوهين. لو عايز فيديو ايا كان مش لازم تشترك في العضويه وكده، قول لي انا عايز فيديو فلاني واعمله لك، ومنورين عندي والله. معنا بس قناه عندي والله بتكبر لحد ما، وانا عندي قناه تانية ملخصات، لو عايزين تخشوا تتفرجوا عليها تحت تخشوا. ومع السلامه. لو انت عايز مثلا شايف ان انا بنزل حاجات اباحيه او كده، لا يا جماعه خالص، القناه مش غرضها كده. بس حط نفسكم مكاني، لسه ببدا، بحيث ان انا عايز اتشاف من الناس اكتر، وده اكتر حاجه بتتشاف. بلس انا ما طلبش مني فيديو وما عملتوش عشان تقول لي مثلا انت استسهلت وعملت اباحه. وحاجه تانية معانا يا جماعه، المواقع والحاجات بتاعت الاباحه الصرف بقت معرضين انكم تشوفوا في اي حته، حتى اطفالنا متعرضين ليها. فما تجيش على قناه انا عاملها اصلا الافلام مش كل الاطفال يعرفوا يشوفوا ملخصات الافلام. لان مثلا لو فيلم فيه زومبيز، في واحد بيحبس بنته في اوضه، الحاجات دي مش طبيعي طفل يشوفها. فما تجوش تمسكوا في دي بالذات ان انا كده اللي بنشر الفساد. لا، يعني اليوتيوب اصلا بتاع الاطفال ده بيعملوا حاجه اسمها يوتيوب كيدز، وفي تصنيف معين الالجوريثمز ما بتقترحش كل الناس اللي هم عايزين، او الخوارزميات. تاني حاجه معانا يا جماعه، انا لا يعني عملت انواع كتير جدا عادي، بس انا لقيت ده بيتشاف اكتر لحد ما نحقق الربح. بعد شهر مثلا نبدا نشوف بقى الدنيا ايه عباره عن ايه. تمام. عامل ليكم صاحب على الايفون عايز تكسب، وصل الفيديو 40 لايك واختار واحد من الكومنتات. ولو وصلنا 200 سبسكرايبر اختار واحد بالليل. واشتغلوا كده يا جماعه معايا في السبسكرايبرز والحاجات دي، لان انا لسه بشوف القناه يعني في فيديوهات بتتشاف قوي، فيديوهات لا، ولا فيديوهات اقترحت الاجانب وبتاع. فعلى قد ما نقدر عايزين نكمل القناه بشكل محترم يعني. اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا الفيديو 40 لايك ومع السلامه.